كيفاش نقاد برنامج غذائي خاص بيا الجزء الثاني. واليوم ان شاء الله غادي نكملوا داكشي اللي بديناه في الحلقه الفايته. وبحال ديما يلا نصاحو. السلام عليكم. واليوم ان شاء الله غادي نكملوا داكشي اللي بديناه في الحلقه الفايته ديال كيفاش تقاد بروغرام ديال الماكله. يعني بحال ما قلنا سيدي سي محمد خاصو باش يصحاح وصلي عاوتاني على النبي. يعني سي محمد خاصو باش يصحاح 2308 كالوري في النهار الواحد. من هاد 2308 خرجنا 512 غرام اللي هي البروتين اللي خاصه. دابا ان شاء الله غادي نطرقوا للخطوه اللي موراها، هي شحال خاصه ديال الدهون. يعني باعتبار انه 2300 كالوري هي 100%. وحنا بحال ما قلنا في واحد الحلقه من دوك الحلقات اللي فاتوا، انا خلي لكم اللي في الديسكريبسيون ان شاء الله، خاصو 20% ديال الدهون من هاد 100%. يعني 20% من 2308 وغادي نديروا ليها عمليه ثلاثيه. 2308 غادي نضربوها في 20 وغادي نقسموها على 100، غادي تعطينا 461.6. وهذا الخارج هذا غادي نقسموه على 9. هاد 9 هادي هي اللي فايت لينا. قلنا ديك المره 1 غرام ديال الدهون كيعطينا 9 الكالوري. مور ما قسمنا هاد 461 على 9 كتعطينا 51.2، والخارج كيكون على صيغه الغرام. يعني 51.2 الغرام ديال الدهون اللي خاص سي محمد في النهار الواحد باش يصحاح. يلا سيدي شوفوا دابا شحال خاص سي محمد ديال السكريات، ودي ان شاء الله اسهل حاجه. وباش نخرجوا شحال خاصو ديال السكريات كنشدوا داك الخارج اللي خرج لنا في البروتينات يعني 512، وداك الخارج اللي خرج لنا في الدهون قبل القسم يعني داك الخارج اللي خرج لنا قبل ما نقسموها على 9. وفي هذه الحاله هي 461.6. يعني كنجمعوا 512 و 461.6 والخارج كيكون هو 973.6، وكنقصوه من الاحتياج الكلي للسعرات. يعني 2308 ناقص 973.6 وتخرج لنا 1334.4. والخارج كنقسموه على 4 حيت 1 غرام ديال الدهون كيساوي 4 كالوري بحال ما قلنا في الحلقه الفايته. والخارج غادي يكون هو 333.6 الغرامات. يعني احتياج سي محمد من السكريات هو 363.6 ديال الغرامات في اليوم الواحد. والحلقه الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نشدوا هذا الخارج اللي خرج لنا من السكريات ومن البروتينات ومن الدهنيات ونحولوه لبرنامج غذائي متكامل.